وقت كان فيه الدم رخيص وفي ناس افتكروا انهم هيقدروا يكسروا هيبة بلد بحجم مصر، ظهر همج ظلمة قلوبهم حجر، لا بيرحموا ولا بيخافوا ربنا، خطفوا ولادنا واهانوا كرامتنا وفكروا انهم بعيد عن عينينا وانهم في امان. لكنهم بقى نسيوا ان مصر لو سكتت فده يبقى الهدوء اللي يسبق العاصفة، ونسيوا ان لما مصر بتقرر تتحرك النسور بتقوم والنار بتنزل من السماء. واللي هنسمعه النهارده في حكايتنا ده مش مجرد دراما، دي قصة حقيقية حصلت فعلا في مصر سنة 2015. وبتبدأ الحكاية مع حملة استطلاع جوية من القوات الجوية المصرية على الحدود الغربية، والهدف من الحملة دي ان في معلومات بتقول ان اصحاب الرايات السود، وانتوا طبعا عارفين هم مين، بيهربوا صواريخ ارض جو لجوه الاراضي المصرية. وساعتها كل حاجة كانت ماشية هادية ومستقرة، الجو رايق والتحركات على الارض طبيعية جدا، حتى جوه غرفة العمليات كان الوضع تمام التمام. لكن فجأة بقى واحد من الضباط لمح عربيات خارجة من تحت الارض، وعلى طول اتبعت امر بالاشتباك فورا، اضربوا العربيات ودمروها بالسلاح اللي موجود فيها. والحمد لله اول عربية اتفجرت والرجالة اتحمست، سخنوا اكتر وفجروا التانية كمان. بس المفاجأة بقى كانت لما واحد من الارهابيين ظهر ومعاه صاروخ موجه، ضرب الطيارة الاولى والصاروخ اصابها فعلا وبدأت تقع على الارض. وساعتها القيادة امرت بالانسحاب فورا، وقالوا هيبعتوا قوات الصاعقة علشان يحموا ولادنا اللي في الميدان. قائد القوات الجوية ساعتها كان باين عليه الحزن والغضب على رجالة الطيران، بس الرجالة طلعوا ابطال على حق. واحد منهم شد زميله من الطيارة قبل ما تنفجر بثواني، وقدروا ياخدوا ساتر وقتلوا اول ارهابي، وخدوا كمان سلاحه وبدأوا الاشتباك. لكن المشكلة بقى ان عربيات تانية ظهرت ومليانة ارهابيين، والظباط ساعتها ما تراجعوش لحظة ولا جابوا ورا، وقرروا يواجهوا للنهاية وهم شايلين سلاحهم. وفي لحظة حرجة بقى وصلت طيارات الدعم وتمت المهمة بنجاح. لكن للأسف فقدنا بطل من أبطالنا وبعده اتنين كمان، الله يرحمهم ويرحم كل شهداء الوطن. بعد كده بقى بننتقل لمشهد تاني خالص، جوه حاملة نفط موجودة في المياه الإقليمية لدولة أوروبية. على المركب دي بقى بنتعرف على علي المصري، راجل بيشتغل في التهريب وأي شغل مش قانوني بيدخل فيه على طول. وفي العملية دي كان معاه واحد ليبي اسمه أبو مختار، بينقلوا مجموعة ستات فلسطينيين من ليبيا لإيطاليا، ومعاهم كمان سالم واحد ليبي تاني بيشتغل مع علي ويعتبر دراعه اليمين. بس من الواضح كده انه مش مرتاح للي بيحصل حواليه، وعلشان كده بنشوفه بيتواصل مع ضابط مخابرات مصري، يعني شكل كده في تعاون سري ما بينهم. بس لحد دلوقتي مش عارفين الحكايه دي ايه. ولو رحنا على ليبيا في الوقت ده هنلاقي مجموعه شباب مصريين من الاقباط كانوا نازلين اجازه، لكن المفاجاه بقى انهم اتفاجئوا بكمين من اصحاب الرايات السود، ودول يعتبر كانوا اول 7 اتخطفوا من اللي هنشوف حكايتهم في العمليه الكبيره اللي جايه. نروح دلوقتي بقى على مدينه درنا. في الفتره دي المدينه كانت تحت سيطره كامله من تنظيم الارهابيين، ورجالتهم كانوا منتشرين في كل ركن وشبر هناك. اللي على اليمين ده بقى اسمه عثمان، ده قائد الجناح العسكري للتنظيم، ويعتبر الدراع اليمين ده امير الجماعه. اما الامير نفسه بقى فهو اللي على الشمال اسمه ابو اسعد، وده اللي كان ماسك كل حاجه في المدينه وقتها. في نفس الوقت بنشوف علي المصري راجع درنا وبيتحرك في المدينه وهو بيصور فيديوهات غريبه، وواضح كده انه بيحاول يبين نفسه كانه واحد من الجماعه. وفي مشهد تاني بنشوف الراجل الطيب ده اللي اسمه عم محمد، مصري عايش في دارنا بقاله أكتر من 20 سنة، وبيشتغل تحت إيده أكتر من 15 شاب من إخواتنا الأقباط. محمد كان قلقان جدا وحس إن الوضع بقى خطر ومبقاش أمان زي زمان، وكان دايما بينبههم وبيقول لهم خدوا بالكم من نفسكم يا ولاد، البلد ما بقتش أمان. وبرضه بنقابل كمان شخصية جديدة، ودي تبقى هند مرات الأمير وأخت عثمان في نفس الوقت. بالمناسبة بقى هند كانت بتعشق حاجة اسمها أبو أسعد، وكمان كانت مسؤولة عن توزيع كل واحدة من النساء الموجودة على رجالة جيش الإرهابيين، وكمان كانت دايما بتقول لهم إن شغلتهم هنا الأساسية هي إمتاع أفراد الجيش ومش أي حاجة تاني. يعني علاقتها بقيادات التنظيم من العيار التقيل، ووجودها مش عادي خالص وسط الجماعة. وفي الناحية التانية بقى بنشوف علي المصري بيتسلل لمكان سري وبيسحب منه فلاشة أو حاجة شبه كده، وبيبدلها بفلاشة تانية شكلها مرسلة أو فيها معلومات مهمة جدا. والعملية دي بقى مش لوحده فيها، في ضابط مخابرات ليبي كان بيساعده في الخطة. وهنا بقى بنقابل شخصية مهمة جدا في اللعبة دي، خديجة عبيد، صحفية ليبية ومش عادية خالص ومخلصة جدا في شغلها. بالمناسبة كمان دي كانت في يوم من الأيام مرات أمير الجماعة، بس خديجة دلوقتي ماشية في سكة تانية خالص، سكة صح الصح، كل هدفها مصلحة ليبيا وبس، وكل همها تفضح التنظيم وتكسر شوكتهم. علاقتها بعلي المصري قوية جدا، مبنية على الاحترام المتبادل، في ود ما بينهم بس مفيش أي علاقة عاطفية. نرجع بقى لأبو أسعد، الراجل ده كل اللي يهمه مصلحته وبس، حتى مراته اللي هي هند بتحاول ترضيه بأي شكل، بس هو عمره ما بدلها نفس الإحساس رغم إنهم بقالهم 4 سنين متجوزين. طب إيه السبب بقى؟
قلبه لسه متعلق بخديجة، وده طبعا سر خطير لأن هند مش عارفة حاجة عن الموضوع ده، ولو عرفت الدنيا هتولع. وفي نفس الوقت ده بقى بنشوف الشباب اللي شغالين عند عم محمد قاعدين في مكان، كل واحد فيهم قاعد يكتب جواب لأمه بيودعها وبيقول لها إنه راجع مصر قريب. كلهم متجمعين ومعاهم عم محمد اللي بيشتغل معاهم، ومن شكلهم كده وكلامهم باين قد إيه إنهم ناس غلابة ومساكين، لا ليهم في السياسة ولا في الإرهاب، ناس كده على قد حالهم عايشين اليوم بيوم. جوه معسكر الدواعش بقى بنشوف وش تاني خالص لشخصية هند، بتمشي ناحية أخوها عثمان وهي مليانة غليان ومتنرفزة، وبتبص له بحدة كده وبتقول له هو أنت عاجبك اللي بيحصل ده؟ أنا مش عارفة أنام ولا مرتاحة مع الأمير اللي أنت جوزتهولي ده. كلامها ما كانش مباشر بس الرسالة أكيد واضحة، لمح إن اللي بيعملوه ده مش دين ولا شرع، دي ناس ماشية بمزاجها وبتلبس كل جرايمها لبس الدين. وفي اليوم اللي بعده بقى بنشوف علي المصري وهو رايح يقابل واحد من شيوخ قبائل ليبيا، راجل كل اللي يهمه قبيلته وسلامتهم وبس. والشيخ ساعتها طلب من علي طلب خطير جدا، اكل وشرب من ورا عيون التنظيم علشان نقدر نصمد في الايام اللي جايه. علي من غير ما بيفكر بيوافق. وفي نفس الوقت بقى خديجه عبيد كانت على الخط بتكلم مديرها في الجريده وبتبعت له معلومات تقيله عن تحركات اصحاب الرايات السود. وساعتها بقى مديرها كان بيقول لها تخاف اللعب شويه مع جماعه الارهاب دول بحجه يعني انهم صحفيين ومش شغالين في مجلس الامن. خديجه ساعتها بقى انها ما بتخافش، وهددته كمان ان الخبر بتاعها ده لو ما اتنشرش بكره زيرو في كل المواقع التانيه، وهتقول كمان ان رئيس التحرير خاف ينشر الخبر ده في جريدته، وبتقول له الكلمتين دول وبتقفل السكه في وشه. وفي الناحيه التانيه بقى جوه مقر المخابرات الحربيه المصريه وصلت تقارير بتقول ان في تحركات غريبه جوه ليبيا، تحركات ليها علاقه بمصريين اقباط موجودين هناك، والتحركات دي جايه بالتوازي مع تمركز اصحاب الرايات السود في مدينه درنا. ومش بس كده، دول كمان سيطروا على دبابات واسلحه تقيله جدا، يعني الوضع بيخرج عن السيطره واحده واحده ومن غير ما حد يحس باي حاجه. وفي اللحظه دي بقى بنشوف الامير ابو اسعد وهو قاعد وبيوصل له 3 اخبار ورا بعض من عثمان. واول خبر هو ان تم خطف 7 مصريين اقباط من العمال اللي بيشتغلوا هناك. تاني خبر بقى بيقول له فيه انهم جمعوا معلومات عن علي المصري، واتضح انه انسب واحد يهرب لهم النفط بره ليبيا ويبيعه، وبالتالي هيقدروا يخلقوا مصدر تمويل جديد. اما الخبر الثالث بقى فكان صادم، اخر شحنه خرجوها على مصر كانت شحنه فيها ملابس عسكريه بس اتضربت واتبهدلت بسبب ان الخبر اتسرب من جوه ليبيا. ومين بقى اللي سرب الخبر؟ الاسم اللي طلع في التحريات هي خديجه عبيد. وابو اسعد اول ما سمع اسمها طبعا وشه اتغير خالص، قام واقف كده وقال له بصوت عالي خديجه هاتالي فورا ومحدش يلمسها. ونروح بقى على بني غازي، وهناك صاحبنا كان ماشي في امان الله وفجاه لقى نفسه محاصر من جماعه لابسين لبس جيش ليبي، بس دول مش جيش ولا نيله، دول دواعش متنكرين وعملوا عليه الدور المعروف، اسمك ايه، سنك، بتعمل ايه هنا، جاي منين. لكن صاحبنا بقى كان اذكى منهم كلهم، ومن اول نظره لطريقه لبسهم وكلامهم ومشيهم فهم اللعبه وقال لنفسه دول دواعش مش عساكر. وبدل ما يهتز كده ويجيب ورا راكب عليهم هو كمان الدور، بس لما ما لقوش منه فايده راحوا دفنوه في الرمل وهو حي، وفكروا ان هو كده هيخاف، لكن لا، طلع ذكر بحقه حقيقي. وبرضه واحد منهم طلع مسدسه ومسح بيه جنب ودنه وضرب طلقه فاضيه كده، وساعتها برضه علي ما نطقش ولا اتهز. وفي اللحظه دي بقى عثمان دخل وقال لهم كفايه. وهنا بقى بنكتشف المفاجاه، واقف جنب عثمان مين؟ ابن الشيخ اللي قابل علي من شويه، ابنه طلع صاحب الدواعش. وعثمان اول ما اتاكد ان صاحبنا مش سهل ساله سؤال واحد بس، مش غريبه يعني انك تبقى مصري وبقالك 4 سنين داخل خارج ليبيا وما زرتش السفاره المصريه ولا مره؟ وعلي بيرد عليه وبيقول له السفاره يعني سين وجيم، جاي منين، رايح فين، هتزور مين؟ وانا بطبيعتي ما بحبش الكلام ده، اصلا انا غامض. وساعتها بيضحك وبيقول له انا حر يا اخي. وفي الاخر بقى عثمان سمعه الكلام اللي بيوجع، هيبقى في شغل ما بيننا بس خلي بالك الغلطه عندنا بتساوي موتك. وساعتها علي بيوافق وبيتفقوا. نرجع بقى على القاهره، قائد المخابرات الحربيه بيتعرض عليه ملف فيه اهم 3 شخصيات شغاله في ليبيا، اولهم سالم اللي اتكلمنا عليه قبل كده وده عنصر مهم في نقل المعلومات، والتاني هو الضابط الليبي اللي بيساعد في العمليات، والتالت بقى يبقى علي المصري. وفي التوقيت ده بقى علي راح يقابل ابو اسعد بنفسه، والاول مره نعرف ان علي المصري في الاساس مهندس بترول، وبعد ما ساب مصر جاي هنا يشتغل لحسابه. وابو اسعد ساعتها قال له بصراحه انا عايزك تطلع لنا بترول وتبيعه وترجع تاني وتسلمنا الفلوس. وعلى الرغم انه واقف قدام قائد ارهابي ما يعرفش الرحمه، الا ان علي كان هو كمان قلبه جامد جدا وساومه.
بس بطريقته. وافق على كل اللي طلبه منه الامير بس بشرط ان يبقى ليه 25% من كل شحنه هيطلعها له. بعد كده بنرجع لخديجه وبنشوف الضابط اللي متابع معاها بلغها ان ابو اسعد بدا يشك فيها. روحي له وخدي منه معلومات، قربي له وطلعي لنا اللي نقدر نستخدمه ضده. وفي مشهد تاني بقى بنشوف الدواعش وهم بيقابلوا علي المصري وبيستلموا منه اول شحنه ذهب، وده يبقى الثمن بتاع البترول اللي اتباع. بس علي بقى ما كانش ممشيها كده وخلاص، كان زارع في الذهب ده GPS علشان يتتبع كل خطوه بتتاخد بعد كده. وساعتها بنعرف ان الدواعش بيجمعوا كل الفلوس والذهب في مكان اسمه بيت المال، وبنفهم ساعتها ان علي بيرسم خطه اكبر من اللي باينه على الوش. والوقت بيعدي وعلي بقى يبيع البترول ويسلمهم فلوسه. لكن في يوم شاف خديجه داخله المعسكر، واللي حصل بعدها رجعنا لحنين قديم. ابو اسعد اول ما شافها اتغير، واضح ان فعلا دي الست الوحيده اللي حبها بجد وما عندوش اي مانع يرجع لها في اي لحظه. وساعتها بص لها جامد وقال لها وحشتيني يا خديجه، بقالنا 25 سنه وانت زي ما انت اجمل واحده شافتها عيني. وساعتها بترد عليه وبتقول له انه الشخص اللي قدامها ده مش هو اللي كانت تعرفه قبل كده. وساعتها ابو اسعد بيحط ايده على وشها وبيقول لها انا كنت متاكد اني هشوفك تاني. بس في الوقت ده بقى هند مراته ظهرت فجاه والنار ولعت في عينيها من الغيره، لكن ابو اسعد ما ادهاش حتى فرصه تتكلم وابتدى يهديها بكلمتين والسلام، وكمل كلامه عادي مع خديجه كانها مش موجوده. وخديجه بقى ما كانتش جايه تستسلم، قطعته وقالت له انت كده فاكر نفسك جامد؟ انت واقف على لوح ازاز، ضربه واحده بس وهيتكسر على دماغك ودماغ اللي حواليك. بس الكلام ده بقى خلاه يتجنن اكتر، وامر عثمان على طول انه يخطف له مصريين تانيين غير السبعه اللي خطفهم قبل كده، وقال له كمان انهم لازم يكونوا من الاقباط. وفي اليوم ده بقى الرجاله اللي شغالين مع عم محمد قاعدين بيحتفلوا، واحد منهم كان هيتجوز قريب والفرحه ماليه وشوشهم، بس للاسف الفرحه ما كملتش. عثمان دخل برجالته وخطفهم كلهم، واللي حصل بعد كده ما يتقالش عليه غير انه اهانه للادميه. وفي نفس اللحظه بقى الجوابات اللي كانوا باعتينها لاهاليهم وصلت مصر، وامهاتهم فرحوا ان اولادهم كويسين وراجعين قريب. لكن اللي حصل وقتها بقى ما يرضيش بشر خالص. واحد من زمايلهم المسلمين حاول يدافع عنهم واتقتل، وعم محمد كمان لما حاول يتدخل اتضرب واتسحل، والرجاله كلها اتاخدت واتحطت في معسكر التنظيم. والمعلومه دي وصلت فورا لغرفه العمليات واتاكدوا ان في 21 مصري مخطوفين على الحدود الليبيه. والخبر ساعتها وصل لقياده الدوله في مصر، والامر صدر فورا، رفع حاله الاستعداد القصوى. وفي اللحظه دي بقى علي كان ماشي في دارنا وجاله رساله مشفره ومنها عرفنا المفاجاه. علي طلع شغال فعلا مع المخابرات الحربيه، بدا يساعدهم بكل التفاصيل اللي يعرفها، الاحداثيات، المواقع، تحركات الدواعش. وفي الوقت اللي الدوله فيه بتتحرك علي خد شنطته وسلاحه وابتدى يتحرك ناحيه ليبيا. وفي المقابل قائد القوات الجويه كان بيجهز رجالته والخطه واضحه، لو ما انقذناش المصريين بسرعه الدنيا هتولع. وفي الوقت ده بقى حد من القيادات سال هو احنا ازاي سايبين علي يتحرك كده؟ والرد ساعتها بقى باين كل حاجه. علي اسمه الحقيقي يحيى، مقدم في القوات الخاصه ومزروع وسط التنظيم بقاله 4 سنين كامله. وفي المعسكر ده بقى اصحاب الرايات السود بيعملوا في ولادنا كل انواع العذاب اللي العقل ما يصدقهوش. بس هل علي هيسكت؟ اكيد لا. اول حاجه عملها راح لبيت عم محمد، وعم محمد ساعتها قال له انا مش هسكت ولازم اساعد، اللي ماتوا دول كانوا اكتر من اخواتي. وعلي وافق وقرر يتحرك، خصوصا بقى بعد ما اتاكد ان ال 21 مصري موجودين في المعسكر الاساسي لاصحاب الرايات السود. وهنا بقى تم التنسيق بين المخابرات الحربيه والقوات الجويه والجيش الليبي كمان، وبدات العمليه. بس العمليه دي ما كانتش مجرد عمليه، دي كانت حرب حقيقيه، دبابات، عربيات، اسلحه تقيله خفيفه، نار من كل اتجاه، كل اللي ممكن تتخيله كان حاصل هناك. وبنشوف ساعتها علي المصري نازل في وسط ارض المعركه بقلب ميت، ماشي بخط ثابت بيضرب هنا وبيتقدم هناك، لحد ما فجاه بيشوف قناص ما بيرحمش اي حد يشوفه. بس علي طبعا ما استسلمش، سحب RPG وضربه ضربه فجرته هو المكان اللي فيه، واتبقى له خطوه واحده بس قدامه علشان يحرر الرهاين. بس المشكله بقى ان المصريين المخطوفين ما كانوش موجودين في المكان هنا، ومع ذلك قدر يحرر الستات اللي موجوده في المكان، ما عدا طبعا خديجه اللي رفضت تهرب وقالت له انا مش ههرب، وصممت انها تقتله بنفسها. وساعتها علي اداها جهاز GPS وطلب منها انها تشغله اول ما تدخل بيت ابو اسعد. بعد كده بقى بنشوف ان الدواعش دول ما سكتوش وبداوا يجهزوا لمجزره ابشع واجرم من كل مره، واحده من ابشع المجازر اللي حصلت في التاريخ كله. حتى هند مراته ساعتها حذرته وقالت له بلاش، اللي بتعمله ده هيفتح علينا نار جهنم. بس ساعتها بقى الغرور راكب دماغه ومش سامع غير صوته، وفعلا اعدموا ال 21 مصري قدام العالم كله. والمشهد ده كسر قلوب ناس كتير جدا، ومصر كلها اتغطت بالحزن. لكن الحلو بقى ان الحزن ما دامش، لان الرد كان في السكه من تاني يوم. المخابرات العامه بدات تتحرك وبتتعاون مع كل الاجهزه، واتحطت الخطه واترصدت كل معامل التنظيم في دارنا. وساعتها الرئاسه خدت قرار قاطع نلدكوهم من غير غلطه واحده، وفعلا بدات
بدأت خطة استدعاء شاملة لكل الطيارين المقاتلين، منهم شاب صغير السن لكن موهوب اسمه الشاذلي، رغم ان في طيارين اكتر منه خبرة، الا ان اختياره كان مفتاح في الضربة الجوية. وفي الوقت ده بقى الضابط هشام ورجالته كمان اتجهزوا، وجوه ليبيا علي المصري كان بيكمل دوره، طلب من سالم ياخد اهله ويفجروا بيت المال بتاع الدواعش، والخبر ساعتها نزل على ابو اسعد زي الصاعقة، وده اللي خلى رجالته بدأوا يهربوا منه وكل حاجة بتنهار حواليه. وفي اللحظة دي بقى خديجة دخلت بيته وشغلت الGPS، والمخابرات الحربية قدرت انها ترصد مكانه فورا. وما كانوش لوحدهم، علي كمان حدده وخطف هند وخلاها كارت مهم جدا هيحتاجه قدام. اما ابو اسعد بقى فهرب على المخبأ السري بتاعه الوحيد اللي المخابرات مش عارفة مكانه، وبدأ يفقد اعصابه واحدة واحدة. وساعتها امر عثمان يروح يرجع له خديجة وهند بأي تمن. وفي الوقت ده بقى في مصر الطيارين المقاتلين كانوا بيجهزوا للطلعة، واتعملت لهم محاضرة مخصوص واتقال لهم فيها كلام تقيل جدا. اتقال لهم ان من 40 سنة مصر ما نفذتش اي عملية جوية خارج حدودها، واللي هنعمله النهاردة رد صريح ومباشر لأي حد يفكر يقرب لحدودنا. والطيارات اتحملت والصواريخ اتجهزت، والسرب المصري بقى جاهز للإقلاع. وقبل ما يتحركوا القائد قال لهم لازم العالم كله يعرف ان مصر واولادها وحدودها خط احمر. وبكده انطلق السرب المصري، وعملية السرب بدأت بهدف واحد: تدمير وسحق كل المعامل الإرهابية بلا رحمة. ولو رحنا نشوف عثمان هنلاقيه راح يقابل علي المصري اللي كان مستنيه عند بيت الشيخ، وبالفعل سلم له هند. بس عثمان بقى كان طمعان في اكتر من كده، ما كانش عايز هند بس، كان عايز كمان الفلوس اللي اتسرقت من بيت المال ومعاهم خديجة. وساعتها بقى علي قال له كويس، بس انا بقى كلامي مش معاك، انا عايز اتكلم مع اميرك شخصيا، وديني ليه وانا ابلغه بنفسي. ومن هنا بقى علي قدر يحدد مكان الامير ابو اسعد، بس المره دي من غير GPS. بدا يراوغهم شويه يعني يكسب وقت وكمان يشتت التركيز. وفي اللحظه دي بقى المخابرات الحربيه كانت على نار، كلها بتدور على مكان ابو اسعد باسرع شكل ممكن. بعد كده بنشوف علي بيفوق وبيقدر يقتل الحارس اللي كان عليه، وكمان بيقدر يهرب من المكان. وهنا بقى ظهرت الكارثه، الدواعش مستخبيين في خندق محفور تحت مستشفى مدني، والمخابرات المصريه ساعتها نسقت مع الجيش الليبي واتقسمت الادوار. الليبيين مهمتهم يخلوا المستشفى من اي مدني، ونسور مصر تدمر المكان بالكامل بالصواريخ. طيارة الرادار كانت فوق مأمنة العملية لآخر نقطة، والإشارة للقصف قربت، لكن ساعتها القيادة قالت عايزين نتأكد نهائي إن أبو أسعد جوه المكان فعلا. وهنا بقى علي قالها من غير ما يرمش: أنا هنزل أتأكد بنفسي، رغم إن اللي باقي مجرد دقايق قبل ما الصواريخ تنزل على المكان وتدمره بالكامل. وفعلا علي نزل وسط النار، وفي الأرض كان بيقاتل وبيدعك فيهم دعك، وبيصفي رجال ابو اسعد واحد ورا التاني. وفي اخر لحظه بقى ابو اسعد بيتجن وخد هند رهينه وقال له سيبني اخرج والا هموتها. وعلي لسه بيحاول يهدي الموقف، لا ابو اسعد قتلها بدم بارد. والاتنين ساعتها دخلوا في مواجهه مباشره، كل واحد ضرب طلقه في كتف التاني. وبسرعه علي تواصل مع القيادات واداهم الاحداثيات الدقيقه، واكد وجود ابو اسعد هناك، وقال الجمله اللي كانت الاشاره: اضرب. واستعد علي ساعتها للموت. الطيارات المصريه سمعت الامر، الموت نزل عليهم من السماء. ابو اسعد سمع صوت الصواريخ ورجالته اتحرقوا مع المعسكر بالكامل. الضربه الجويه المصريه نجحت، والنصور رجعت كلها من غير خدش واحد. وفي اخر مشهد بنكتشف ان كل الاموال اللي داعش سرقتها رجعت بالكامل لارض ليبيا، وكمان بنعرف ان عثمان اتقبض عليه وهيتحاكم جوه مصر. واخيرا بقى علي المصري ما ماتش، رجع على ارض الوطن سالم غانم. وعلشان تعرفوا اللي يمد ايده على اولاد مصر يبقى كتب نهايته بايده، لان لما النسور المصريه بترفرف في السماء مفيش ظالم بيفلت ولا دم مصري بيروح هدر. جيشنا مش بس قوه، جيشنا وعد، والوعد لما بيتحط بيتنفذ. تحيا مصر وتحيا رجاله مصر اللي بيحمونا بدمهم. وكل تحيه وتقدير لابطال العمليه اللي رجعوا حق ال21 شهيد ورسموا على وش العالم كله كلمه واحده: احذروا فمصر لا تهان. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.